ناس كتير مننا عارفه ان في تطبيقات كتير بعد ما بننزلها التطبيقات دي يا معلم بتتجسس علينا. يعني ايه بتتجسس علينا؟ يعني انت بسبب ان انت بتوافق على كل الطلبات اللي هي بتقول لك عليها، فهي بتبدا تسجل لك، بتبدا تعرف اللوكيشن بتاعك، بتعرف المكان بتاعك، بتعرف كل حاجه خاصه بيك بمجرد ان انت وافقت على الحاجات. طب انا يا معلم وافقت على حاجات كتير وعاوز اعرف ايه التطبيقات اللي هي بتتجسس عليا دي، وعاوز الغي الموضوع ده. الموضوع بسيط جدا وزي ما اتعودنا هنعرفه عملي، بس قبل ما نعرف الطريقه تعمل لي ايه فولو الجميل لو ما كنتش عامل فولو، طبعا اللايك لو عجبك الفيديو، اهم حاجه تكتب لي في التعليقات ظبطت معاك ولا لا. ويلا بقى ما نطولش على بعض، نخش في الطريقه. نخش على الاعدادات. تمام، ننزل على برايفسي وسيكيورتي اللي هي الخصوصيه والامان. تمام، ننزل تحت على الميكروفون. ده كل البرامج اللي بتسجل لك يا معلم. الغي بقى اي برنامج انت عاوزه، اي برنامج انت مش عاوزه يتجسس عليك او مش عاوز يسمع الكلام بتاعك الغيه بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه.